السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مباركه ان شاء الله يا ربي نوصلوا للعيد حنا وانتم وجميع الامه الاسلاميه يا ربي بصحه والسلامه. وباش ما كتمناو اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيكه كتجي زوينه، يمكن لينا نوجدوها للعيد. راه كتجي زوينه ما شاء الله، ودغيا كتوجد وبحجم عائلي ما شاء الله، كتجي طالعه ما شاء الله. كنوجدوها بالبرتقال ما شاء الله، كتجي زوينه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي طالعه، واحد اللون فيها زوين ما شاء الله. بسم الله نديرو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنا المقادير. عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال البرتقال، كاس ديال الزيت مع مرش، كاس ديال ياغورت بنكهه الفاني، 2 خمارات، طحين على حسب الخليط. وعندي كاس ديال السكر ما كانش حاطه هنا، دابا غادي نحطو. وعندي المول تمايا راه مدهون بالزبده ولا بالزيت اللي بغيتو، مرشوش بالطحين كيف ما العاده. بسم الله. هنا ضفت البيضات ديالي هنا ب3، وغادي نضيف فوقهم السكر سنيده، كاس مع مرش بزاف. وغادي نخلط هنا في هذه المرحله بزاف مزيان، غادي نخلط مزيان في هذه المرحله هذه باش يذوب لينا سنيده. انا هذا الكاس ديال البرتقال راه فيه القشره، فيه القشره ديال البرتقال. شديت البرتقاله كامله، حيدت ليها غير البذور ديالها وطحنتها بالقشور ديالها. داكشي علاش ما درتش لا قشور لا فاني لا والو. عندي الكاس ديال البرتقال راه فيه القشور ما شاء الله. هاد الكيكه راه كتجي زوينه، كتجي فيها ديك النكهه ديال القشور البرتقال ما شاء الله، كتجي فيها واحد الريحه يا سلام، كتكون عاطيه ملي كتكون طيب، واحد الريحه كتشهي. نضيف هنا الزيت كيف ما كتشوفوا ونطرب. وقت اللي ضفت شي مكون كنطرب شويه، عاد كنضيف المكون الاخر باش هكا كنعطيو الوقت باش ينسجموا لنا العناصر وكتذوب لنا ديك السنيده. الا بغيتو ديروا هاد المرحله في الخلاط الكهرباء ديروها، كتكون اسهل. انا فضلت هكا ندير بيدي وصافي. هنا كنضيف هذاك الياغورت وكنخلط مره اخرى كيف ما قلت لكم. كنضيف شي مكون وكنخلط. نخلط هنا مزيان. كنضيف هذاك كاس ديال البرتقال كيف ما قلت لكم راه فيه القشره. كنخلط هنا مزيان، كنبقى كنخلط مزيان كيف ما قلت لكم. كنخلط حتى كنحس بين السنيده دابت والعناصر كلهم تخلطوا مع بعضياتهم. وكنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه. هنا راه عندي الطحين ديال الحلوى مغربل ومعاود، ضروري خاصنا نغربلوه ونعاودو نغربلوه باش تنجح لينا الكيكه. خاصو الطحين يكون مغربل مزيان. كنضيف انا شويه بشويه. كنضيف شويه بشويه انا كنخلط. الكيكه راه كتجي زوينه ما شاء الله. يمكن لنا حتى الليله ديال العيد ان شاء الله ونوجدوها بالزربه. الزربه كتوجد شي مرات، انا راه حتى الفجر ديال العيد وكنوجدها وكتصبح موجوده. بالزربه كتوجد ما شاء الله، كتجي زوينه. كتبقى كيكه البرتقال زوينه ومفضله بالنكهه ديالها وبديك الريحه ديالها ما شاء الله، كتجي زوينه. حنا كنبقى نخلط كيف ما قلت لكم ونزيد بشويه بشويه. انا راه ضفت الخمارات كيف ما شفتوا. كنبقى نخلط حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. ما كيكونش خفيف بزاف وما تيكونش ثقيل كيف ما كتشوفوا هانتوما. كيف ما كتشوفوا ملي كنديروا شي رقم الفوق وما تيهبطش بالزربه، صافي راه هو هذاك القوام اللي بغينا.
بطبيعة الحال كنشرح للمبتدئات اللي ما عارفينش باش يفهموا مزيان، داكشي علاش ما قطعتش اللقطة. صافي هنا عندي المول كيف ما كتشوفوا، غادي نهز يدي الفوق ونكب الخليط كيف ما كتشوفوا، هو ما خفيفش بزاف وما ثقيلش كيتقطع. صافي غادي نفرغ هذا الخليط كله هنا في المول، وهنا في هذه المرحله غادي نمشي نشعل الفران. انا راه بارد دابا، ما شعلش الفران بارد، غادي نشعله ونخليه على عافيه مهيله منقوصه، ونخليها انا خليتها هنايا 40 دقيقه كانت واجده، خليتها على عافيه مهيله ونسيتها. حسبت لها 40 دقيقه، مشيت لقيتها طابت من الفوق ومن التحت. انا كنت دايره على العافيه غير من التحت ديالها، كتحمر هي كامله من الفوق ومن التحت. وصافي هذه هي النتيجه، ها هي الكيكه ديالنا ما شاء الله طابت. شوف كيفاش جات محمره وطالعه ورطبه ما شاء الله. تقول لي واش انها مسقيه، ولكن هي راه مسقيه ما والو. صافي انا غادي نخوي الكيكه ديالنا نقلبها في الطبسيل اولا الاناء. شوف ما شاء الله كيفاش كتجي طالعه وزوينه. ما شاء الله اللوين فيها كيشهي كيفتح النفس ما شاء الله. صافي هذه هي الكيكه ديالنا. هذا التزيين كيبقى حسب الاختيار، كيف ما بغيتو تزينوها زينوها. انا زينتها هنا بشويه ديال العسل، واحد 2 معالق ديال العسل، دهنت بهم الوجه ديالها، وواحد شويه ديال الكركاع هرمشته ودردرت به الوجه هكا كيف ما كتشوفوا. وكيبقى تزيين حسب الاختيار كيف ما بغيتو. يمكن لكم ديروا الكوفيتير اولا المربى كيف ما كنقولوا، ودهنوا به وديروا الكوك حتى هو كيجي زوين. المذاق ديال المربى مع الكوك اولا الكاوكاو مهرمش اولا اللوز مهرمش، اللي بغيتو كلشي كيليق، كلشي زوين. المهم كنزينو على حسب اللي عندنا في الدار. انا اللي كان عندي هنا زينت به وصافي. وصافي هذه هي الكيكه ديالنا. شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رطبه ما شاء الله واسفنجيه. تقولي بحال انها مسقيه، ولكن هي راه ما مسقيه ما والو. ما شاء الله كتجي تتبون بقى ما شاء الله. شوف كيفاش تجي من الداخل رطبه وزوينه. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها وعجباتكم ما تنساونيش من لايك وتعليق زوين. وصافي هذه هي الكيكه ديالتنا كيفاش كتكون بعد ما قطعتها. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. بارك الله فيكم وشكرا لكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي.